ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم بالف خير. النهارده جايبه لكم اوردر جديد جبته من عند الجميله القمر اللي كلها ذوق بينكي ماس اللي هي ايه عمار. انا مش هقعد اشكر فيها لان انا اصلا مهما هشكر فيها مش هوفيها حقها. المهم نخش بقى في الحاجات اللي انا جبتها. اول حاجه جبت اللي هو المنظم بتاع الميك اب، ده عباره عن شنطه وبيبقى متقسمه من جوه كده شكلها، بس هي يعني خامتها مش قد كده، يعني هي ما عجبتنيش قوي. يعني ده من جوه عامل زي الشبك، شنط صغنطوطه كده زي الشبك وبتتلزق بلزق هنا كده بتتفك. فانت المفروض بتجمعي كده حاجه صغنونه كده، تجمعيها كده الميك اب وبعد كده بتقفليها تقفليها كده. تاني حاجه جبتها اللي هي جبت الساعتين الحلوين دول من برضو شين. دي ساعة أطفال. أول واحدة جبتها لونها بينك، دي بناتي، ده الكفر بتاعها. ودي الساعة التانية جاية بالعلبة بتاعتها برضو لونها زيتي، دي جايباها برضو ولادي. بعد كده جبت التوكه دي من شين برضو. هي توكه اطفال بتاعت بنات صغننين، دي بتتحط على الكحكه، هبقى احط لكم صورتها عشان تبقوا عارفين شكلها عامل ازاي. بس برضو هي شكلها حلو في اللبس وكل حاجه، بس تقفيل اللولي فيها مش قد كده، يعني بحس ان هما لازقينها تقريبا بشمع، فحاسه ان هو بيتخلى، يعني محتاجه ان انتي تتقلي عليها بلزق من عندك شويه. فدي شكلها كيوت، تنفع بقى في المناسبات، تنفع في الخروجه بالليل، حلو قوي. بعد كده جبت الماسك بتاع الرموش اللي هو الملقاط. فتح ازاي بقى؟ هو بيبقى جاي فيه 2، واحد عشان امسك بيه الرموش والتاني عشان تلزقي بيه الرموش، يعني تكبسي رموشك الاصليه مع رموشك اللي هي الرموش اللي انت هتركبيها، وده زي مشط كده بتسرحي بيه الرموش لو انت حابه تحطي زي ماسكارا. خش بقى، بما اننا اتكلمنا عن الرموش نتكلم عن الباكت بتاعت الرموش دي كنت جايباها. دي اللي هي نظام قصيره من قدام وطويله من ورا، بحس الستايل ده بيليق في كل اللوكات. وبرده الشكل ده اللي هو برضو قصيره من قدام وطويله من ورا، بس دي فيها زي تفريغه من النص شويه، برضو بتبقى شكلها حلو مع اللوكات. بعد كده بقى جبت الشرابات اللي هي بتتلبس كده لما تيجي تلبسي الشوز وتلبسي تحتيها الشراب علشان يبان زي اكنه بوت. فجبت منه 3 الوان اللي هو الاسود والابيض، عارفه هو مش باين ابيض قوي، واللي هو اللون الجراي. الحاجه اللي بعد كده معايا جبت ده حامل تليفون لونه بينك، بس خامته ما عجبتنيش قوي عشان ضعيف، يعني حسيت ان هو منفتح من جوه كده، جوه زي مرايه تقدري تحركيه زي ما انت عايزه وانت بتسندي التليفون هنا كده. بس حسيت المكان ده، يعني المكان دوت مش قوي، يعني لو حطيتي تليفون تقيل شويه ممكن هتلاقيه وقع معاكي كده. فده عايز كده يعني زي تليفون صغير كده بتتقفل كده. بعد كده جبت بيرسينج للودان، ده بقى شكلهم كيوت قوي، معنا شكل باراشوت. تلبسي دبل فراشة بيبقوا جنب بعض، مش عارفه اعملهم صغننين قوي، شكلهم حلو. هي دي مع دي ده كده، وده بيتحط من فوق. الحاجه اللي بعد كده بقى جبت بلوزه من عند شي ان، دي شكلها
هي شكل الصوره بالظبط على فكره، بس انا خفت تطلع صغيره فانا جبت مقاس اللارج، بس واضح ان انا مقاسي كان ميديوم، بس قلت مش مشكله يعني لما تطلع كبيره الواحد يضيقها. دي شكلها عامل كده بسوسته كده. هبقى اسيب لكم شكلها في الصوره هنا علشان تشوفوا على الموديل شكلها عامل ازاي، وبرده لما ابقى البسها هبقى اوريها لكم. وجبت برده توكه كده اهو زي الشعر، هي شكلها حلو بس باين ان هي الشعر مش طبيعي، يعني انتي لما تيجي تلبسيها قلت الواحد ممكن يحطها على كحكه كده، هي توكه مشبك بس تحسيه باينه ان هي شعرها مش طبيعي، بس هتقضي الغرض، هنستخدمها مش هنسيبها. وجبت القمر اللي انا لابساه في ايدي ده، اللي هو الخاتم من التعبان ده، شكله جميل. هو فري سايز، انتي المفروض بتوسعيه وتضيقيه من هنا كده، بتفتحيه وتضيقيه من هنا، فممكن بقى تلبسيه من هنا، ممكن تلبسيه من هنا، من اي مكان بقى حسب المكان اللي تلبسيه. هو شكله كده. واخيرا بقى نشيل ده كده. واخيرا جبت بقى الساعه القمر دي ساعه رقميه، شفت ناس كتير جايباها، وشفت برضو السايت بتاع شيئين منزلها فعجبتني جدا. هي بقى انا بتشتغل بالكهرباء، دي بقى شكلها ممكن بقى تشوفوها، ممكن نطفي النور علشان نشوفها. هي بقى هي ممكن تبقى مش باينه قوي من النور، بس هي يعني لونها هي باين هنا، باينه على الرخام، لونها على موف. في اللون الموف ده بقى في منه لبني، في منه ابيض، حسب ما انت عايزه. انت بتظبطيها من الزراير دي، عندك هنا الزراير بتاعه الاب والداون والست. الساعه بتشتغل بالكهرباء، بس بتحتاج الراس بتاعه اليو اس بي، يعني هو السلك بتاعها يو اس بي. وعايزه اقول لكم ان هي جميله جدا بالليل وبتدي شكل خطير. واشوفكم فيديو جديد ومفيد مع نوني. باي باي.